كوكو، السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا غاية تشوفوا في لا فيديو تاعنا اليوم، ومرحبا بكم في قناتي شيماء كوك. اليوم جيت نشارك معكم دورة مجانية بخصوص اللاير كيك. الدورة راح تكون شاملة من الأ للزد، وبعد هذا الفيديو ولا بعد هذه الدورة راكي راح تولي محترفة في اللاير كيك. غادي نشارك معكم وصفتي الخاصة بالجينواز، جينواز الميكسو. شوفوا ما شاء الله تجيكم عالية خفيفة وإسفنجية، بالإضافة إلى الطبقة المقرمشة على طريقة تل ورشات. وراني راح نشارك معكم تاني غاناش مونتي للحشو والتغليف، بالإضافة إلى كريمة الزبدة الروسية مع جميع أسرار نجاحها. وراني راح نشارك معكم كذلك الحشو والمونتاج، التغليف وحتى التزيين مع سعر البيع. اول حاجه ديرونا لايك للفيديو، اللي ماهيش داير ابوني نقولك ديري ابوني، فعل الجرس هكا باش يوصلك كل جديد، وكملي معايا الفيديو حتى للاخير هكا باش تستفادي من هاد الدوره او ما تراطي والو في الفيديو، باسكو راني حنشارك معكم بزاف اسرار وراكو رايحين تحتاجوهم من بعد. وكملاحظه كبري الشاشه باش تتفرجي الفيديو بشاشه كبيره وبشكل طولي. اول حاجه هنا نحضروا الجينواز تاعنا رانا رايحين نديروها في مول. القطر نتاعو 16 سنتيمتر، والقاعده تاعنا تقول كل حبه بيض تقابلها 40 غرام فرينه، 35 غرام سكر، 3 غرام نتاع الميكسو، ومغرف صغيره نتاع الماء. ومول 16 سنتيمتر يرفد لنا 6 حبات بيض، تما رانا رايحين نديرو 6 حبات بيض، 210 غرام سكر، 240 غرام فرينه، 18 غرام ميكسو، و6 مغارف صغار نتاع الماء. شوفوا هذا هو الميكسو، يعني المحسن نتاع الحلويات. الكوكليكو راه يتباع 35,000 عند اللي يبيعوا صوالح الكاطو، وما تخافوه ما والو، انا راح نديرو كميه جد جد قليله. وهنا كملاحظه مهمه، من تشروه تقلعوا له هذيك الطبقه الفوقانيه، هذيك الطبقه البيضاء ما تخدموش كاع بها. دربك نروحوا لطريقه التحضير. اول حاجه هنا في الغيسيبيون تاع البيتخان نديرو البيض، نديرو السكر، نديرو الفرينه، ونزيدو نديرو الكميه تاع المحسن. باش تنجح لكم هاد الجينواز راكم رايحين نديرو كامل المكونات مع بعض وتخلطوهم عاده الماء خلوه كاخر حاجه حتى من بعد. درت البيتخا تاعي هنايا على السرعه الاولى، من بعد بديت نزيد لها في الفيتاس بهاد الطريقه. وهنا كملاحظه الوصفه تلتزموا بها كيما راهي وكيما درت انا وكيما خلقت انا، وخاصه الميكسو ممنوع انه تستغناو عليه في هاد الوصفه. خلوا المكونات تاعنا يطلعوا كيما هكا، كيما تنجموا تخدموا بالباتور ولا بالباتور تاعكم. خلطوا شويه وحبسوا شويه، خلطوا شويه وحبسوا شويه هكا باش الباتور تاعكم ما ينحرقش. هنا خليتهم يتخلطوا مدة 14 دقيقة حتى طلعوا لي غاية في رحبة والحجم نتاعهم الضعف. نضيف عليهم 6 مغارف نتاع الماء اللي يكونوا صغار كيما هكا، ونزيد نخليهم يتخلطوا مع بعض حتى ينسجموا لي حوالي دقيقة حتى 2 دقائق، ونحبس التخلط مباشرة. وفي النهاية هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، قوام يكون ثقيل كيما راكم تشوفوا، يكون كاتب روحه غاية. من جهه اخرى كنت جبت مول لاير كيك تاعي، دهنته كيما راكم تشوفوا بالزبده، ودرت له القاعده تاعو بطريقه دائريه كيما هكا، وزدت حتى درت له البابي كويسون في الاطراف بهذه الطريقه. ودربك نفرغوا الخليط تاعنا في مول اللاير كيك نتاعنا كيما هكا، واكيد تكونوا شعلتوا الكوشه نتاعكم مقبل على 150 حتى 160 درجه كاقصى حد، وتخلوها تحمى. كملاحظه انا كنت طيبتها في الكويزينير العاديه ما فيهاش المروحه وماشي فونتيلي. هنا نخبطوا المول تاعنا تاع لاير كيك كيما هكا، نجيبوا عود تاع شواء ونديروا هاد الحركه باش نسيو من بعد طيب لاير كيك تاعنا يجينا سطح مستوي، وهذيك الفوقانيه ما تجيناش طالعه بزاف باش ما نخسروش من الجينواز نتاعنا. وكيما قلت لكم نقصوها على نار تكون فريمون ناقصه، اللي ما عندهاش درجه الحراره تنقص للكويزيرير تاعها الماكسيموم. بالنسبه للوقت راها رايحه تدي لكم من ساعه حتى ساعه وربع وهي الطيب. وكملاحظة ممنوع تحلي الكويزينيغ نتاعك قبل ما تفوت 40 حتى 45 دقيقة مينيموم. وهنا شوفوا الجينواز نتاعي كانت طابت لي من فوقه ومن تحتها. كيش تبدا تحمر من فوقه طفيت من تحتها وشعلت لها، كملت حمرتها شويه من فوقه. شوفوا هنا باش تعرفوا بلي الجينواز تاعكم طابت، ديروا عود شواء كي يخرج لكم ناشف ثم الجينواز تاعكم راهي طايبه. وشوفوا طابت لي ما شاء الله، وجات فريمون عاليه كيما راكم تشوفوا. وما تخافوش جربوها وعينيكم مغمضين، ما راها رايحه تطيح لكم ما والو، بالعكس تجيكم اسفنجيه وتجيكم بزاف خفيفه وطيب لكم غايه من تحتها كيما راكم تشوفوا. وشوفوا الجينواز من الفيديو راهي تبان بزاف خفيفه. وكما نعرفوا الجينواز تاع اللاير كيك يستحسن نخلوها تبات ليله كامله، ثم غلفوها بالسيلوفان وخلوها تبات ليله كامله. صوفي لا كنتو محتاجينها وما عندكمش الوقت، اقل شيء خلوها ساعه حتى تبرد لكم غايه، باش من بعد من تقطعوها ما دير لكمش هذاك الفتات هذا مكان. وبالنسبة لوصفة كانج مونتي شوكولا بالحليب للحشو أو حتى التغليف، القاعدة تقول كمية الشوكولا دايما تكون نصف كمية الكريمة السائلة.
مثلا سيرتو 16 سنتيمتر راني رايحة نحتاج فيه 350 غرام تاع شوكولا مع 700 غرام كريمة سائلة، رانا رايحين نديرو 4 طبقات نتاع حشو، والغاناج رانا رايحين نديرو كمية معتبرة. هنا أنا كنت درت تقريبا 300 غرام شوكولا بالحليب و50 غرام تاع شوكولا سوداء، هذا شكن عندي، أي درت ميكس بيناتهم. هنا عندي 700 غرام كريمة سائلة قسمتهم على زوج، 350 راني رايحة نديرها باردة، و350 هذه اللي راهي في الكاسرونة راني رايحة نغليها غاية، ومن تغلى نجي نقيسها فوق شوكولا اللي كنت قطعتها رقيقة فريمون رقيقة باش تذوب لنا بالخف. خليتهم كيما هكا بضعة ثواني ونخلطوهم بالسباتيول غاية حتى يتماجوا لي مع بعض. هنا ملاحظة لما كانوش دابوا لكم غاية نورمال نجموا ديروا هاد الريسيبيو كومبلي فوق حمام مائي حتى يذوب لكم غاية. مور ما دابو كيما راكم تشوفوا تمازجوا غاية مع بعض نزيدوا كمية الكريمة السائلة اللي تكون باردة. انا هنا كنت استخدمت فونديلي صراحة من قبل كانت شابة بصح دروك راهي كاتاستروف، لا من القوام ولا من الريحة تاعها، راهي تجي فيها ريحة فريمون ماشي شابة. المهم كيما شفتوا خلطتهم غاية مع بعض حتى تمزجوا لي، بعد نروح نجيب البرا ميكسور نميكسيهم غاية كيما هكا باش نضمن باللي الكاناج تاعي رايح يجيني ليس وما يبقاوليش فيه شوائب ولا حبيبات شوكولا ماشي دايبين. بعدها نغلفوا بالبابي سيلوفان كيما هكا اون كونتاكت، ويستحسن الكاناج تاعكم تخلوه يبات ليله كامله ولا اقل شيء تخلوه 6 ساعات حتى 7 ساعات باش تضمنوا بلي الكاناج تاعكم راه رايح ينجح معاكم 100%. وهنا شوفوا لي القوام تاع الكاناج تاعي بعد ما كنت خليته بات ليله كامله، شوفوا القوام نتاعه يجي يروح غايه ويجي مام تاني يبري كيما راكم تشوفوا. دروك نروحوا نطلعوه غايه بالباتر، سينو تنجموا ديروه في البيتخا. هنا اول حاجه الباتر تاعكم ديروه في الفيتاس رقم 1 ومن بعد طلعوا فيتاس 2 وفيتاس 3 بالتدريج ماشي ضربه واحده، وتبقاو طلعوا فيه بهذه الطريقه هكا باش تضمنوا بلي الكاناج تاعكم ما راهش رايح يخسر معاكم. كي تشوفوا الكاناج تاعكم طلع ودار لكم هذاك المنقار وقتها بروح شويه تحبسوا مباشره، باسكو لو كان تقعدوا غير تضربوا وتقولوا لا غادي يزيد يطلع اكثر واكثر راه رايح الكاناج تاعكم يخسر والكريمه تنفصل على الشوكولا. في حال انه صرات لك هاد العفسه ما تقيسيش الكاناج تاعك، بالعكس عاودي ذوبيه في حمام مائي، عاودي ديريه في الفريجيدار ومن بعدها طلعيه نورمال. تما جربي تصلحي الكاناج تاعك. هنا كيما راكم تشوفوا سي بون الكاناج تاعي حكم روحه شكل لي المنقار. هاد لا كريم فريش فونديليس ما تطلعش من الضربه الاولى. كي نديره مثلا الكاناج تاعي في لي بوش ونديره في الفريجيدار راه رايح يزيد يكتب روحه اكثر واكثر. شوفوا هنا سي بون الكاناج تاعي راه طلع، ثم نحبس التخلاط، وهذا هو القوام تاع الكاناج تاعنا. وما تخافوش من بعد رايح يكذب روحه اكثر واكثر. بالنسبه للوصفه السيرو الشربات اللي نشربوا بها اللاير كيك نتاعنا، القاعده تقول كيلو سكر تقابلها 3 كيلات نتاع الماء باش السيرو تاعكم ما يجيش حلو، وكي نشربوا الجينواز تاعنا ولا عفوا اللاير كيك تاعنا ما يجيناش حلو ويكهم. هنا كنت درت كيلو سكر مع 3 كيلات نتاع الماء، نخلطهم غايه نحطهم فوق النار، كي نشوفهم غلاو نحسبوا 10 دقائق نطفوا عليه مباشره. بعد ما نطفوا عليه نجو نكوه باش نبغوا لي زاغوم هذوك راهم يتباعوا 10 وانا هنا كنت درت عطر الكراميل لانه يتماشى بزاف مع الاذواق اللي كنت درتهم في هذا اللاير كيك ومع الشوكولا ويجي بزاف بنين. وهذا هو القوام اللي نتحصلوا على سيرو ولا على شربات تكون خفيفه وما تكونش حلوه بزاف وما تكونش تكهم. وبالنسبه لوصفه الكروستيون ولا الطبقه المقرمشه بالشوكولا، القاعده تقول دائما كميه الشوكولا تساوي كميه الفويتين، كيما تنجموا تزيدوا عليها شوكولا للطالي من مغرف كبيره حتى 2 مغارف كاقصى حد هكا باش الطبقه المقرمشه تاعكم تقعد لكم مقرمشه لأطول مده وما تطراش معاكم. هنا اول حاجه كنت ذوبت 80 غرام تاع الشوكولا، كي بردت لي شويه زدت عليها 80 غرام تاع فايتين ونخلطوهم غايه كيما هكا في رحبه حتى يتمازجوا لنا مع بعض. هنا بعد ما تخلطوا لي غايه في رحبه نزيد عليهم مغرف كبيره تاع شوكولا اتارتيني ونعاود نخلطهم حتى يتمازجوا لي مع بعض. وفي النهايه هذا هو القوام اللي نحكي عليه وشوفوا لي صوت القرمشه. هنا مباشرة نروحو نابليكيو الكروسيون تاعنا كيما هكا في بابي كويسون ونديرو طبقة تكون متوسطة، ما نديروهاش غليظة بزاف وما نديروهاش رقيقة بزاف. وهنا خاصكم تصنعوها بسرعة باسكو كيما تعرفوا فيها الشوكولا وتجمد بالخف. هنا غير خدمتها جمدت كيما راكم تشوفوا، دخلتها للكونجيلاتور حوالي 10 دقائق وهذا هو القوام تاعها والكروسيون تاعنا راه واجد. وكيما راهي هكا وتهرسوها بيديكم بهذه الطريقة. وكيما هكا نكونوا تحصلنا على قطع الكروسيون نتاعنا، وبالنسبة للبنة يجوا بزاف بنان. وهنا بعد ما كنت خليت الجينواز تاعي بات الليله كامله جبت هذا المنشار اللي بزاف بخاتيك، السعر تاعو 120,000 غير شروه والله ما غادي تندموا عليه بزاف بخاتيك. ولا الجينواز تاعكم كي تقطعوها تخرج متقونه وتخرج خدمتكم بزاف شابه، احسن من انه تقطعوا بالموس هذاك المنشار، خاصه المبتدئات نقولكم غير شروه ما غاديش تندموا عليه.
شوفوا بالنسبة لهاد اللاير كيك كنت درت الجينواز والكاناج والسيرو خدمتهم في نهار واحد، يعني ليلة من قبل وخليتهم يباتوا أكيد، مام السيرو كنت خدمته من قبل وقلعته. وهنا هذه هي النتيجة بعد ما كنت قطعت لي جينواز تاعي. شوفوا كيفاش جاو مستفين وجاو حجم واحد، وهذا راه رايح يساعدك باش اللاير كيك تاعك يخرج شباب في الشكل وتخرج فينيسيون تاعها بزاف شابه. تما غير شرو هذاك المنشر ما تندموش عليه. وبالنسبة للجينواز كيما راكم تشوفوا قطنية وبزاف بزاف خفيفة. وهنا كنت وجدت كامل واش نسحق في المونتاج الجينواز اللي قطعتها. كنت درت الكاناج في لي بوش وخليته غير فوق البوطاجي، ما درتوش داخل الفريجيدير باسكو كون درتو داخل الفريجيدير يكذب روحه غايه، وانا راني باغيه نخدم بيه بكل اريحيه. في هذيك لابوش كنت درت شوكولا اتارتيني. هنا عندنا الكروستيون اللي كنا صنعناه في رهبه. عندنا تاني السيرو تاعي كنت درتو في هاد القرعه. يستحسن تشرو هاد القرعه راهم رايحين يسهلوا عليكم الخدمه. عندي تاني كميه من الجوز. كيما تنجموا ديروا هاد لي فوغاج تاع الفروي من عند بات برو تاني بزاف شابين. البري تاعهم من 35 حتى 45 50 على حساب الكو. كاين فرامبواز، كاين توت، كاين سيريس، كيما تبغون نتوما. انا ما درتهمش، فقط بغيت نمد لكم دي زيدي. ودربك بما انه كنت وجدت كامل شي غادي نسحق للمونتاج، نروحوا نديروا المونتاج تاع اللاير كيك نتاعنا. هنا اول حاجه نجيبوا السيرسو ولا المول اللي كنا طيبنا فيه، نديروا اول طبقه من الجينواز داخل السيرسو تاعنا كيما هكا. ويستحسن المونتاج تاعكم توجور ديروه داخل المول ولا السيرسو اللي كنتو طيبتو فيه. هنا كنت نشرب في الجينواز تاعي، وكيما شفتوا درت كميه ماشي بزاف وماشي شويه. وحرزوا تشمخوا الطبقه الاولى نتاع الجينواز تاعكم بزاف، باسكو ديروا في حسابكم بلي الطبقه الاولى هي اللي راهي رايحه ترفد لكم كامل هذاك الثقل نتاع اللاير كيك نتاعكم. وكون تشربوها بزاف ديروا في حسابكم بلي اللاير كيك تاعكم راه رايح يطيح وما يكذبش روحه. انا درت طبقه اولى من الكاناج وسويته بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوني قاعده نطلع للاطراف باش من بعد المونتاج تاعي يجيني سهل. درت هنايا طبقه من الكروستيون ولا كميه من الكروستيون كيما هكا. زدت طلعت هذوك لي بودان دو بروتيكسيون نتاعي كيما هكا. بعدها نزيد ندير فوق هذاك الكروستيون شوكولا اتارتيني. كيما تنجموا ديروا كراميل ولا كراميل بور سالي ثاني يجوا بنات. انا كنت زدت طبقه زوجة من الجينواز ونزيد نشربها بنفس الطريقه. شاولات نجموا تشربوها شويه زياده على الطبقه التحتانيه اللي راح تكون القاعده تاع اللاير كيك نتاعكم. لكن يستحسن اللاير كيك تاعكم ما تشربوش فوق الحد، باسكو كان تشربوا فوق الحد اللاير كيك تاعكم يطيح لكم وما يكذبش روحه، ومام ثاني ما تستبنوا له زعما كلشي يجيكم مشمخ الداخل. بعدها زدت درت طبقة أخرى من الكاناش مونتي ونسقمه بهذه الطريقة، يعني نفس الخطوات نعاودو نكرروهم. بعدها درت كمية نتاع الجوز ونزيد ندير فوقه شويه نتاع شوكولا اتارتيني. الجوز صراحه يتماشى مع الكراميل، يجيكم بزاف بزاف بنين، سيرتو كي ديروا كراميل بين ميكس عفوا بين الكراميل وشوكولا اتارتيني. وما تنساوش تطلعوا لي بودان دو بروتيكسيون تاعكم هكا باش تضمنوا بلي الحشو تاع الداخل ما يخرج لكمش، سيرتو كي ديروا كراميل ويكون حاجه سايله. زدت درت طبقة أخرى من الجينواز وشربتها بنفس الطريقة، ونعاود ندير طبقة أخرى من الكاناج بهذه الطريقة. بعدها زدت درت طبقة أخرى من الكروستيون، وهناني قاعدة نطلع في لي بودان دو بروتيكسيون هكا باش الحشو تاعنا نضمن بلي ما يخرجليش من بعد. زدت درت طبقة أخرى من شوكولا اتارتيني فوق هذاك الكروستيون، وعاود درت طبقة أخرى من الجينواز ونشربها تاني بنفس الطريقة. شيرات ما تنساوش ديرونا جيم للفيديو هكا باش الفيديو تاعي يطلع لاكبر عدد من الناس، باسكو كي نحط فيديو كيما هكا وما لقاش تفاعل نفشل. تما اذا عجبتكم ولا عجبكم الفيديو عجبتكم السلسله تفاعلوا في الفيديو وخلوا لي كومنتير هكا باش نكمل لكم السلسله الجايه. هنا كنت زدت درت طبقه اخرى من الغاناج، طلعت لي بودان دو بروتيكسيون كيما شفتوا. زدت درت ثاني طبقه من الكروستيون شويه نتاع الجوز، درت فوقهم طبقه من شوكولا اتارتيني. من هنا نزيد ندير اخر طبقه اللي هي الطبقه الخامسه نتاع الجينواز ونشربوها كيما هكا. وهكا نكونوا كملنا المونتاج نتاعنا. كيما راكم تشوفوا هناني قاعده نطلع في هذاك الغاناج اللي كان بين الطبقات. سينو هنا يستحسن كي ديروا المونتاج تاعكم اللاير كيك تاعكم تخلوه يبات ليله كامله في الثلاجة ولا أقل شي 6 ساعات. أنا ما كانش عندي وقت، بغيت نخدمها بسرعة. اللاير كيك هذه كملتها في يومين فقط، هي نورمالمون نكملوها في 3 أيام، بس عادي هذه خدمتها لينا في الدار ماشي كوموند ولا. ثم هنا درت لها كيما هكا بابي فيلم ودخلتها للكونجيلاتور حوالي مدة 2 سوايع فقط. نتوما تنجموا تخلوها 6 ساعات في الكونجيلاتور حتى 7 ساعات حتى ليله كامله هكا باش التغليف يجيكم سهل. ومام ثاني راكم تشوفوا بلي اللاير كيك تاعي درته عالي، القطر 16 سنتيم والعلو بالك راه فيه 21 سنتيمتر كيما راكم تشوفوا. وهنا كنت دخلته للكونجيلاتور خليته مده 2 سوايع، ويستحسن نتوما تخلوه ليله كامله في الكونجيلاتور. ودروك نروح نديرو في رحبة كريمة الزبدة الروسية. أول حاجة نسحقو 500 غرام زبدة أوبلين، نسحقو تاني 390 غرام نتاع حليب مركز محلى، أنا كنت استخدمت هذا من عند طاملي. ونسحقو تاني 200 غرام شوكولا
نجمو نديرو شوكولا نوار كيما تنجمو ديرو ميكس بين شوكولا اولي وشوكولا نوار. انا كنت درت 100 غرام شوكولا اولي و100 غرام شوكولا نوار. اول حاجه الزبده تاعكم خاصها تكون بدرجه حراره الغرفه باش تساعدكم في الخدمه نتاعها. نديروها كيما هكا في البيتران، سينو تنجمو تخدموا بالباتر كيما تبغوا نتوما، ونخلوها تتدرب بيان حتى الحجم نتاعها يتضاعف وتولي لنا كيما هكا. وبعد ما ضاعف الحجم نتاعها كيما هكا نزيدو عليها لو لي كونسونطري بالتدريج حتى نكملو كاع هذيك القابصه، ونبقاو نخلطوا فيها كيما هكا بالباتر ولا بالبيتخان حتى يتماجونا مع بعض ويولوا لنا بهذا القوام. ومر ما تخلطوا لنا غاية في حبه نحبسوا البيتخان ونزيدوا عليهم الشوكولا اللي كنا ذوبناها، ويستحسن الشوكولا تضيفوها وهي حاميه هكا باش تضمنوا بلي كريمه الزبده تاعكم ما تتحبب لكم وتجيكم ليس. في حال انه الشوكولا تحببت لكم داخل لا كريم او بور ديروها فوق حمام مائي، عاودوا ذوبوها حوالي 80% وخلوها تبرد داخل الفريجيدير، وعاودوا ضربوها وراها رايحه تعاود تولي معكم ليش وتعاود تطلع لكم نورمال. دربك نخلو الكريمه تاعنا تتخلط غايه وكل شيء يتماج لي مع بعض. بعد ما تشوفوا بلي الكريمه تاعكم سيبو تخلطت لكم غايه والحجم تاعها ضاعف، نقلعوا الفوي ونديروا في بلاصته الكا ونخلوهم يضربوا لنا غايه كيما هكا من دقيقه حتى 2 دقائق باش يخرج لنا كامل هذاك الهواء اللي كان داخل كريمه الزبده نتاعنا. سينو اللي خدمت بالباتر تنجم تخرج هذاك الهواء غير بالسباتول. وفي النهايه هذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها، وهذا هو قوام كريمي تجيكم ليس ومام تاني تجيكم بزاف بنينه في الماكله تاعها وما تجيكمش تكهم. من جهه اخرى كنت خرجت الكيك نتاعي من الكونجيلاتور وخليته واحد ربع ساعه هكا فوق البوطاجي، ودرت شو طاقت هذاك من فوق كيما راكم تشوفوا، ونقلب الكيك تاعي. سينو هنايا باش تخرجوا الكيك تاعكم يخرج لكم بكل سهوله ديروا له شاليمو، سينو ديروا له شويه بالسيشوار هكا يعني غير فوق السيرسو، وراه رايح يخرج معاكم بكل سهوله. ديجا راكم شفتوا في الفيديو بلي راه خرج بكل سهوله. هنايا اوتوماتيكمون كي نديروا شاليمو يدوب لنا شويه الكاناج هذاك اللي يكون في الاطراف. شوفوا انا كي درته طلعته كيما هكا باش نروحوا نغلفوا اللاير كيك تاعنا بكريمه الزبده مباشره. هنا كنت قلبت اللاير كيك نتاعي كيما راكم تشوفوا باش نرد القاعده هذيك من تحتها. هنا جبت البلاطون تورون تاعي، ملاحظه هذا كنت شريته 600 ميل، راه بروفيسيونيل ويعاونكم بزاف الخدمه. نديروا كميه من كريمه الزبده كيما راكم تشوفوا فوق اللاير كيك تاعنا ونسووها بهذه الطريقه بالليسوس. وهنا كنت جبت ديسك القطر تاعو 17 سنتيم، بما انه كنت طيبت في سيرسو القطر تاعو 16 سنتيم. الديسك توجور يكون اكبر من السيرسو بواحد سنتيمتر. وكملاحظه راني دايره ديسك تانيك القطر تاعو 17 سنتيمتر من تحت، يعني نديرو ديسك من تحت ونديرو ديسك من فوق. غير نسيت باش نقولها لكم. انا نتاكدوا باللي لي ديسك راهم في نفس الاتجاه، ونعمروا كامل هذاك الفيد. شوفوا هذاك الفيد كاع عمرته بكريمه الزبده كيما كنتو شفتوا. وملاحظه اخرى ديسك الفوقاني توجور تغلفوه بابي فيلم كيما غلفته انا هكا باش تقروه بكل سهوله. هنا شوفوا كنت عمرت كامل هذاك الفيد. دروك نروحوا للليسوس. هنا كنت جبت هاد الليسوس كنت شريتها 35,000. نحطوها بهذه الطريقه على شكل زاويه قائمه، ونبقاو ندوروا في البلاطو تورنو نتاعنا بهذه الطريقه، وثبتوا اليد تاعكم، حركوا فقط اليد اللي تدور بلاطو تورنو. هنا كما شفتوا بكل سهوله من الدوره الاولى الكيك تاعي تليسالي غايه كاع، يعني ما سرعت لكم فيديو، ما قصرت فيه، ما قطعته، ما والو، خليته لكم كيما راح. هنا بالسباتول نبقاو نعمروا في هذاك الفيد. هنا اللي نعمروا كامل هذاك الفيد اللي بقالنا في الكيك نتاعنا بهذه الطريقه، ونعاودوا نليسوه كيما هكا. نحطوا السباتول تاعنا بهذيك الطريقه ونثبتوها غايه، ونبقاو نحركوا غير في يدنا راهي تحركنا في البلاطو تورنو راهي يدور، والكيك تاعنا راه يتليسا اوتوماتيكمون كيما راكم تشوفوا. ليسيته في 21 ثانيه، ميم با 21 ثانيه كيما شفتوا. وشوفوا كيفاش ليسالي شباب، وتليسالي فريمون شباب. هنا ندخلوه للفريجيدير مده قصيره حوالي 10 دقائق ولا هي بروحها. كريمه الزبده غير تشم ريحه شويه تاع بروده تتكونجلا وتولي لكم كيما البيطون. وهنا غير بهذاك الليسوس نقلعوا هذاك الديسك الفوقاني وقطعوا قلعوا عفوا غير بشويه باش اللاير كيك تاعكم ما يتخسرش. وهنا نحاولوا نسووا له السطح نتاعه. نديروا كميه من كريمه الزبده ونليسوه كيما هكا، ونسيو نخرجوا السطح نتاعنا نيفو. ملاحظه بالنسبه لكريمه الزبده راهي رايحه تقدكم اكيد وتكفيكم حتى للتزيين. ودربك نعاودوا نليسيو الكيك لاخر مره غير باش يتسقموا لنا هذوك الاطراف فقط كيما راكم تشوفوا. الكيك تاعنا راه مليسي، وشوفوا كي خرج لنا ليساج تاعنا شباب. انا راكم ماركيتو بلي الشكل تاعه تبدل. هنا الكيك كون درت له تزيين كان في بالي بواحد الكاناج، اي هذيك الوصفه فريمون ماشي ناجحه، عاودت بلي تقلعته كاع وسقمته كيما راكم تشوفوا. وكنت درت وصفه الكاناج هذا. ديروا 100 غرام كريمه سائله مع 100 غرام شوكولا، ندوبوا 100 غرام شوكولا ونضيفوا عليه هذيك 100 غرام تاع الكريمه سائله، خلطوهم مع بعض ونتحصلوا على هذا الكاناج. ونجو نديروه بهذا الشكل على شكل قطرات، وشوفوا كيفاش يجي شباب.
شوفوا هنا تنجموا تخدموا بلا بوش كيما تنجموا تخدموا بالمغرف كيما خدمت انا ما نكذبش عليكم موالفه كيما هكا بالمغرف ايا خدمته بالمغرف. وبالنسبة للتزيين يبقى اختياري على حسب الذوق نتاعك ولا أكيد على حساب الذوق تاع الزبون تاعك. إذا كنتي تخدمي لي كوموند أنا في التزيين أكيد كنت هرتها باسكو كنت فري معينة وكنت مريضة وكاع أيا قلت ليسونسيال نكملها درت له كيما هكا دي غوزات بلا دوي M1 وكملت هذاك الكاناج درته من فوقه في الوسط ودرت له دي غوزات من تحت في الكوتي كيما راكم تشوفوا. وهذا هو التزيين اللي كنت درته أنايا وهذه هي النتيجة النهائية كيما راكم تشوفوا هنا. شوفوا نتوما اللاير كيك تاعكم ديروه في الفريجيدير خلوه يكذا بروحه غاية عادك باش تجو تقطعوه. انا شوف قطعته مباشرة غير درت التزيين مباشرة في البلاص قطعته معاه. على هذه راكم تشوفوا بلي كريمة الزبدة ماراهيش حاكمة روحها غاية سينو كريمة الزبدة تقدر بروحها غاية وتجيكم قلت لكم فريمون جامدة. وشوفوا لي الطبقات نتاع اللاير كيك نتاعنا كيفاش جاو باينين. شوفوا الجينواز الكاناج وحتى الكروستيون جاو بزاف باينين وجاو بزاف شابين. ولو كان خليته يكذا بروحه غايه كان غادي يجيني اجمل اكثر من هكا. واللاير كيك اكيد يتقطع بهذه الطريقه بشكل طولي ومن بعد نعاودو نقسمو هاد القطع على النص يعني كل واحد يدي قطع صغار وراه 16 سنتيمتر يوكل شعل من واحد. كما راكم تشوفوا القطعه هذه خرجت لي 8 كما راكم تشوفوا قطعتها غير عشوائيا وفقط. هنا كنت زدت قطعت قطعه اخرى وبكل عشوائيه. وبالنسبه لسعر البيع راني حنخليه لكم اكيد في لافين تاع الفيديو ما تتقلقوش. وشوفوا لي يعني الطبقات نتاع اللاير كيك نتاعي شوفوا جا بزاف بنين وجا بزاف خفيف وجا اسفنجي. مام هذيك الجنوات كي تكونوا تاكلوا فيها ما تحسوش بها اطلاقا تنمو تجيكم بزاف خفيفه وبزاف بنينه. بالنسبة لسعر البيض كامل هاد المواد تقاموا لي 310,000 بلي ديسك بلي كارطون اللي كنت حاطه فوقهم بكل شيء تما تقاموا لي 310,000. والقاعده تقول المواد المستخدمه نضربوها في زوج هذاك هو سعر البيع يعني هنايا 310,000 نضربوها في زوج رانا رايحين نتحصلوا على 620,000. سينو مثلا راكي عرفتي بلي راس المال تاع اللاير كيك هذا تقام لك 300 تقدري تزيدي حق يدك كيما تبغي نتيا 100 200 كيما تبغي نتيا. هذا الامر يرجع ليك. ودروك رانا وصلنا لافين تاع الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا وتكون هاد فورماسيون عجبتكم. وإن عجبكم هذا النوع من الفيديوهات وهذه الوصفات قولوها لي في لي كومنتير هكا باش نبقى نحط لكم من هاد الانواع. ديروا لايك للفيديو ولا ما دير ابوني ديري ابوني فعل الجرس هكا باش يوصلك كل جديد ونتلاقاو في وصفات واحده اخرين. باي باي.